كرجاله كاطفال نطالب بحقنا في المعيشه. مطالبنا واضحه جدا من زمان، اللي هي المطالب اللي اتفقت عليها القوى الوطنيه. وهقول لك ضمن اسباب من ضمن نزول النهارده، موجودين النهارده عشان نطالب بالغاء حاله الطوارئ، الغاء الدستور، تعديل مواد الدستور، المطالبه بالحد الادنى للاجور 1200 جنيه الذي حكمت به المحكمه الاداريه العليا، احترام قرارات احترام القضاء المصري، بحل مجلس الشعب وتنفيذ الاحكام ضد بطلانه. هو فعلا بطلان وحل مجلس الشعب طبعا، فبالتالي عايزين ضمانات قويه تثبت لنا ان انتخابات مجلس الشعب اللي جايه هتكون انتخابات نزيهه. تاني حاجه احنا هنا والحمد لله في تقدم جامد، الناس بتستفيد معانا، الاهالي اهالي المحله في استجابه غير عاديه لغير اي مره نازلين يشاركوا معانا اهوت. في شباب مش مسيس، شباب لا ينتمي لاي تيار سياسي بيهتف وبيطلب ان هو يهتف، والتالت الشباب والناس اللي موجوده والنساء اللي موجوده والرجاله اللي هم ما لهمش اي فكر سياسي، ابتدى من جواهم تطلع هتافات بتدل فعلا على مدى مأساتهم داخل البلد. حاجه كمان الامن، بس الامن كان لحد الان بيتعامل معانا بادميه نوعا ما، ما عدا بعض الهفوات اللي ما تتعدش. يعني نشكر الامن ان هو النهارده الحمد لله في دور حيادي لحد ما كبير. بس وكل اللي احنا بنطالبه يا جماعه، احنا عايزين حقنا، مش عايزين نخرب، احنا دعاة سلام، احنا دعاة دولة حرة، عايزين دولة حرة بس يعني. وكفايه لحد كده. تفتكر ان هي هتجيب نتيجة؟ ان شاء الله هتجيب نتيجة، بالذات لان العين كلها مش على مصر، العين